النهاردة هنعمل كحك العيد وهنعمله بطريقة المحلات بالظبط نفس الطريقة، بس هنعملوها كحكة مدورة وهننقشوه كمان بالمنقاش. دي قناتي، اللي عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا اشتراك للقناة، وان شاء الله تشوفوا كله جديد وكل سهل معايا في القناة بإذن الله، وكل سر الصنعة. بصوا بقى هنا الكحك وجماله. الكحك ده احنا عملنا 500 جرام بس. هقولك بقى عشان عايزه تجربي كحك او مبتدئه لسه، جربي في نص كيلو. جربي في حاجات صغيره، نص كيلو، كيلو كده. تعالي بقى ايه عشان ما تخش منكم وانتوا من بعضينا. تعالي اقولك المقادير السهله بتاعتنا ايه. احنا طبعا هنعملوه على ايدينا. انا معايا 500 جرام دقيق، ومعايا 250 جرام سمنه، ومعايا معلقه خميره كبيره، ومعايا نص معلقه بيكنج باودر، ومعايا هنا ايه انا بشاور لك على الميه دي نص مج، نص كوبايه. يعني اقول لك قد ايه كده. طب انا هنا حطيت معلقتين كبار، معلقتين سكر بودره، معلقتين سكر بودره على الدقيق، وهرش رشه ملح صغيره، شعره ملح زي ما بنقولوا كده، شعره ملح على الدقيق. ماشي يا بنات. وهنا معايا نص الكوبايه ميه، يعني نص الكوبايه، يعني الكوبايه دي بتاعت اقل من 200 جرام، بتاخد سوائل يعني انا هاخد نصها. يعني لو عندك مج كده ايه اللي تشربي فيه الشاي ده، اللي تشربي فيه النسكافيه، نصه انا اخده نصه بس. واحط فيه الخميره بتاعتي كده، دوبها مع شويه سكر برضو عشان ايه تتفاعل بسرعه كده، علشان ايه افضيها على طول على الدقيق بتاعي. اول حاجه هنا الكحك معروف ايه، دقيق وسمنه. ايه الدقيق بتاعي هحط عليه، هرش عليه ريحه الكحك، الريحه اللي انت عايزه تحطيها. عايزه تحطي محلب، في حاجات تانية كده كنت بعملها له، كنت بحطها، بس خلينا في اللي احنا حاطينه. انا كده حطيت معلقه محلب صغيره. ماشي يا بنات، انا اول مره اجرب المحلب ده، فكل حاجه المره دي اول مره اجربها، فحبيت اعمل زي ما قلت لكم 500 جرام يعني نص كيلو، اجربه قدامكم وهنشوفوا النتيجه في الاخر. انا كده بعمله على البارد. احنا كنا زمان كنا نقدحوا السمنه دي ونحطوا فيها السمسم والكلام ايه بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. فانا هنا ايه هجربه على البارد كده. انا يا دوبك السمنه بتاعتي دي بس يا دوبك ايه فكت بس، حطيتها على النار فكت بس، ونزلت عليها ايه، نزلت عليها على الدقيق، نزلتها على الدقيق بتاعي. طبعا الدقيق حطيت عليها ريحه الكحك زي ما قلت لكم، وحطيت البيكنج باودر ورشه الملح ومعلقتين السكر البودره، معلقتين صغيرين يا بنات. وهمسك بقى السمنه دي اشربها لايه، اشربها للكحك. باسمها ايه، اسمها تبسسي الكحك. ماشي يا بنات، يعني الحركه دي اسمها تبسسيه. تبسسيه بقى ايه بتاع 10 دقايق. احنا هنبسسه الكحك ايه يا بنات، 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. عديهم على صوابعك كده، او حطي التليفون او اي حاجه تعرفك ان انت لازم ايه تديله 10 دقايق خدمه. ماشي. وهتفضي عليه بقى نص كوبايه الميه بتاعتك. طبعا ممكن قوي يبقى نص كوبايه ايه لبن، بس انا ايه حبيت يعني اجرب الطريقه على البارد، اشوف مثلا ايه ان هو مثلا يقعد معايا هيبقى طعمه ايه، زي اللي بجيبه من بره. زي ما قلت لكم احنا كنا زمان بنقدحوا السمنه، ولازم نقدحوا السمنه ونحط السمسم ونحط الكلام ده كله، لازم السمنه بتاعتنا تبقى مقدوحه. فانا جربت ايه، حبيت اجرب قدامكم كده، وهنشوف الطريقه برضو، هنشوفه في الاخر النتيجه ايه. انا كده فضيت النص كوبايه الميه بالخميره، وايه وشربتها للكحك بتاعي على الخفيف كده خالص. ولقيت ايه، جربت كده ان هي هتشقق، يعني تدوريها كده زي الكوره تشوفيها هتشقق معاكي من الجناب ولا لا. لو ما شققتش يبقى كده تمام. والعجينه معاكي ايه مظبوطه قوي. ماشي. زي ما قلت لك انا هعمله كحك مش هعمله منيه. انا عايزه اعمله كحك كده واشوف ايه، ارجع ايام زمان، علشان لو الطريقه دي نجحت وبقت حلوه ان ما اقدحش السمنه وكده، فالواحد بقى يعتمد الطريقه ديت ويعمل بقى ايه كحك ليه. ماشي يا بنات. انا عجبكم بقى الفيديو، شوفي الفيديو معايا للاخر. لو انا عجبك واعملي لي لايك واعملي اشتراك. وعايزه اقول برضو يا بنات، القناه ما شاء الله كبرت اهي وهتكبر بيكو، وباي حد بيخش يشترك وعلى راسي والله منورني. وهقول لكم برضو ربنا يسعدكم ويسعد ايامكم زي ما بتسعدوني وتخشوا تشتركوا معايا. ماشي يا بنات. انا هنا كده بقى بنقش بقى، برجع ايام زمان بقى، ننقشه بقى الكحكه وننقشه الجمال ده، نعمله كحكه اهو. بصوا الجمال بقى، صغننه خالص وجميله كده وماسكه نفسها. بصوا يا بنات الجمال اهي. انا طبعا هنا زي ما قلت لكم هنا انا هنقشه. انا اللي عملته على البارد ده هنقشه. انا هاجي بقى مره، يعني هجيب فيديو تاني هعمل كحك هقدح له السمنه وهعمله نفس طريقتنا القديمه.
ماشي يا بنات. بس هعمله بقى من ايه، بس هشوف الطريقه دي اذا كان في الاخر الفيديو ان الطريقه حلوه والطعم حلو، هقولك في اخر الفيديو طعمه ايه، وهقولك اذا كان تعمليه على البارد ولا خليكي في القدحه. فهنشوفه كده في اخر الفيديو. وبصي بالمنقاش سهل خالص، بسيط جدا يعني. هتديله كل واحده كده تكه 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 كده، هتدي معاكي الشكل ايه المنقاش ده. طبعا بقى لو بناتك بقى معاكي اطفال صغيرين كده بيحب يعني يعرفوا يمسكوا المنقاش، هيساعدوكي وهيريحوكي خالص في حكايه المنقاش دي، في حكايه المنقاش دي. ماشي. وتروحي بقى تسخني الفرن بتاعك وتكوني حاطاه ايه على الرف الوسطاني، وبيقعد معاكي 20 دقيقه بالظبط، 20 دقيقه بالظبط. بصي بقى التحميره، وبصي الجمال بقى تحميرته. مثلا لو ما تحمرش من فوق ممكن تشغلي له الشوايه شويه ان هو يبقى ايه بس اصفر بس يا بنات، ما يبقاش ذهبي كمان. بصي بقى انا بتكلك عليها، بصي دايبه دايبه اقسم بالله دايبه. وحاطه ايه زي ما قلت لك، يعني انت ممكن تعملي كيلو هتحطي عليه 500 جرام سمنه، يعني الكيلو هتحطي عليه 500 جرام سمنه. طبعا اللي بتحب الحاجه الدايبه قوي بقى ممكن تحطي ايه 50 جرام كمان، في الحدود دي، او 100 جرام. انما احنا بنحبوه ايه مش سايح قوي، انما ده والله العظيم يا بنات دايبه. وفعلا جيت اقطم الواحده يعني والله بجد يعني زي بتاع بره بالظبط. اتاري بقى بره بيحطوا على البارد، وطبعا احنا كنا بنخمروه، ده ما بيتخمرش. ده تحطي يعني يا دوبك 10 دقايق قبل ما تعملي ده، تعملي الصينيه دي. وزي ما قلت لك انا مش عامله كميه كبيره، جربوها بنات وان شاء الله